ما زلنا عند اسم الله تعالى الحي القيوم. يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له النوم، كما جاء في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. في أثر هنا في ضعف، ولكن يؤخذ به كمعنى، يعني معناه حقيقي جدا، لكن الحدث ده ممكن أساسا ما يبقاش حصل. لما سأل موسى ربه عز وجل لماذا لا تنام يا ربي، فرب العزة قال لسيدنا موسى امسك قدحين من زجاج وظل بهما واقفا، يعني يمسك ازازتين فيهم ميه او يمسك كوبايتين فيهم ميه ويفضل واقف بيهم. فسيدنا موسى مسك القدحين دول وفضل واقف بيهم فتره لحد ما تعب، حتى غلبه النعاس فنام فوقع منه القدحين وانكسروا. فاخبره الله سبحانه وتعالى انه قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، وانه سبحانه وتعالى حاشاه وتقدس لو حصل له الغفله او الغفوه لحظه واحده بس لسقطت السماوات على الارض، في اشاره الى تدبيره المستمر للكون. وبما اننا قلنا ان الحكايه دي ما حصلتش او فيها ضعف، لكن معناها حقيقي 100%، وعندنا ايه قرانيه بتثبت الكلام ده: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو القائم على امساكهم وحفظهم من الزوال، هو القائم على امرهم لكي لا يزولا، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. اي حد غير ربك عز وجل الحي القيوم هيقوم على امر السماوات والارض وعلى امر حفظهما سوف يزولا، هينتهوا، هينطبقوا على بعض. لما يستقر معنى الحي القيوم في قلبك هتستشعر تلقائيا ان كل ما يعبد من دون الله باطل وزائل لا محاله، ولا احد يستحق ان يؤله الا الله عز وجل، ولا احد يستحق كمال الذل والخضوع والخشوع الا القيوم سبحانه وتعالى. فكل عبوديه لغيره باطله، وكل محبه لغيره عذاب لصاحبها، وكل عز بغيره ذل وصغار. من أقوال العارفين بالله أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة للقلب والعقل.